صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن السلطان بايزيد الصعقه وازاي لم الدوله العثمانيه من اول وجديد، وازاي قدر يكبرها وياخد دول الاناضول، وازاي قدر يهزم الممالك التانية اللي معاه، وازاي قدر يضم بلغاريا معاه، وازاي السلطان سيجموند بعت جواب لامراء اوروبا علشان يستنجد بيهم علشان يبعتوا له جيش. بعتوا له طبعا جيش مكون من 11 دوله عشان المفروض يحط على الدوله العثمانيه، بس مالناش دعوه. وصلت وبدات بقى دلوقتي الملك سيجموند، وصلنا ان هو الملك سيجموند قدر ان هو يوحد ال 11 دوله وبدا يزحف على الدوله العثمانيه. وفي الطريق لمدينه نيكوبوليسيا قدر ان هو يستولى على بعض الدول العثمانيه وقام فيهم باكثر من جريمه، وقتل فيهم العديد من المسلمين سواء رجال او نساء او اطفال، وما كانش بيرحم حد لاي حد، وخد الكثير من الاسرى في طريقه واتجه الى مدينه نيكوبوليسيا. عرف ساعتها السلطان بايزيد ان هو لازم يتوجه باقصى سرعه الى مدينه نيكوبوليسيا علشان ما تقعش في ايد الجيش الاوروبي دهوت. كان المفروض الطريق ياخد من شهر الى شهر ونص، ولكن السلطان بايزيد فاجئهم بان هو اسمه فعلا الصعقه، خد الطريق ده في 15 يوم. تفهمش بقى ضرب صعقه عمل ايه؟ خده في 15 يوم. المهم وصل السلطان بايزيد لاسوار مدينه نيكوبوليسيا وانضم للجيش اللي كان بيحارب معاه، بس قبل ما يوصل السلطان كان الملك سيجموند قتل كل الاسرى اللي واخدهم معاه ورمى راسهم على اسوار المدينه علشان يرعب سكان مدينه نيكوبوليسيا. لكن الحوار ده ما هزش فيهم شعره، بل زادهم صلابه وقوه، وطلب ان هم ياخدوا بالصقر للناس اللي ماتوا. وبالفعل السلطان حط عليهم زي كل مره، بعت لهم الاول جيش صغير كتيبه علشان يستدرجهم عليه. العساكر الفرنسيين اتغروا وبداوا يجروا وراهم، وصلوا لحد قمه التله اللي كان واقف عليهم الجيش ده، وفوقوا بعدد مكون من 60,000 مقاتل واقفين ورا الدوله. حاولوا يرجعوا ما قدروش، وقامت الدوله العثمانيه بطحن الجيش المكون من 11 دوله وقضت عليهم على بكره ابيهم، لدرجه ان احد قاده الدوله بعد ما وقع في الاسر وكان بيفدي السلطان بايزيد بياخد فديه تمن ان هو يرجعهم تاني، احد القاده العسكريين اقسم له ان هو مش هيرجع يحارب الدوله العثمانيه تاني، ولكن السلطان بايزيد احله من القسم ده لان هو قال له كلمته المشهوره: مفيش احلى على قلبي من ان انتوا ترجعوا تحاربوني تاني وادوس على دماغكم. الراجل ده ما كانش بيهزر، وقدرت الدولة العثمانية انها تفرض سيطرتها تاني بقى، ونرجع تاني بقى نحاصر القسطنطينية علشان نحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه من هو صغير ان هو يفتح القسطنطينية. ولكن كحال العرب وكحال دايما الشرق الاوسط وكحال دايما المسلمين، احنا في عز مجدنا، في عز قوتنا، في عز سلطنتنا، لازم يبقى ناقصنا حاجة. ناقصنا ايه؟ الخيانة بالظبط. جه عمك تيمور لانك منين؟ نرجع بقى ورا عند بلاد ما وراء النهر وبلاد الهند واسيا الصغرى لحد الدول دي كلها، وكان بيملكها واحد اسمه تيمور لانك. جه عم تيمور لانك بدون اي مقدمات بدون اي فواصل دخل الدولة العثمانية وبدأ يحتلهم، وقتل ابن السلطان بايزيد اللي كان اسمه ارطغرل، وقتله مش بأي طريقة، لا ده حفر خندق ودفنوا بالحياة وردموا عليه. وبعت رسالة للسلطان بايزيد في مقر حكمه، وبيشتمه بيلغي صلته بالدولة العثمانية اصلا، اللي هو بيقوله انت متبنى يعني والكلام ده كله. وبعد ما بدأ بقى يلغي نسبه وبدأ ان هو يهدده، قال له في الرسالة ان انا بدأت ان انا احتلك وان انا هأقضي الدولة العثمانية وهأقضي عليك، وبالفعل انا بدأت ان انا قتلت ابنك ومدفون عندي في البلد دي. السلطان بايزيد ما استناش، خد كل جيشه وساب القسطنطينية ورجع تاني علشان يحط على تيمور لانك. ولكن كان في هنا غلطة السلطان بايزيد ما عملش حسابه فيها، ان معظم جيشه كان من التتار اللي اسلموا وبدأوا يحاربوا معاه. واستغل اللقطة دي تيمور لانك، استغلها استغلال جامد جدا، لان هو بعت لهم وقال لهم ان انا هديكوا سلطة روما كلها وهديكوا اراضي روما كلها في مقابل ان انتوا تتحالفوا معايا ضد سلطان بايزيد. دخل السلطان بايزيد في حرب مع تيمور لانك، حرب طاحنة كان بدأ فعلا يكسبها، ولكن الخيانة يا ولدي
قضت على جيش السلطان بايزيد ووقع في القصر يا عيني تحت ايد تيمور لانك الخاين. فضل قاعد تحت ايد تيمور لانك كان بيستنكره وكان بيهينه وبيعذبه لدرجه ان هو جابه في مره من ان هو قاعد كده في وسط الجنود بتاعه، قال لهم هاتوا السلطان بايزيد. جاب السلطان بايزيد في وسط الرجاله، لقى ان تيمور لانك جايب مرات السلطان بايزيد ووقفها في وسط الرجاله عاريه. طبعا ده موقف خلى السلطان بايزيد يستشهد غضبا لدرجه ان هو مات في ساعتها. قالوا ان هو مات بالصفحه الصدريه، او موقف لازم يخليه يموت، ان انت تشوف مراتك بعد ما كنت سلطان المسلمين، لا انت مذلول في الاسر، تشوف مراتك عاريه في وسط الرجاله. مات. وانتهى هنا دور السلطان بايزيد على ايد السفاح تيمور لانك، اللي احنا هنبقى نعمل له حلقه كامله كده نتكلم فيها عن المذابح اللي عملها. ده اول ما دخل العراق ترحم على هولاكو. هنعمل حلقه كامله نتكلم فيها على تيمور لانك وعلى المذابح اللي عملها، بس للاسف كان قضى على حلم فتح القسطنطينيه اللي حققه بعد كده السلطان محمد الفاتح، ولكن كان قضى على فتح القسطنطينيه عن طريق السلطان بايزيد الصعقه، واستشهد واحد من اعظم رجال الدوله الاسلاميه على ايد خاين اسمه تيمور لانك. وبس كده يا سيدي، شوفوا دايما على خير. سلام.